النهارده ان شاء الله هنتكلم في فيديو مهم جدا، لازم كل الناس تركز فيه، لازم كل الناس تتابعه، والافضل ان انتوا تعملوا شير للناس عشان تفيدوا بيه غيركم. ازاي بيتحط برنامج تدريبي؟ ليه بنقول لشخص اتمرن 3 في 10، اتمرن 4 في 10، اريح دقيقه؟ ليه اتمرن 6 اشكال 7 اشكال؟ الكلام ده كله، الكلام ده كبير جدا، مش مجرد ان انا اقول لاي حد يعمل الكلام ده وخلاص، وبيفرق شخص عن شخص وهدف حد عن حد تاني. الفكره كلها هنتكلم بشكل علمي للناس اللي هي عايز تاخد المعلومه بشكل علمي، ونتكلم بشكل مبسط بعديها للناس اللي هتاخد المعلومه بطريقه بسيطه. موضوع انك تعمل برنامج تدريبي ده بينقسم لاربع حاجات. اول حاجه فيهم اسمها الفوليوم. الفوليوم ده اللي هو الحمل التدريبي، اللي هي بنقسمها للعدات والمجاميع. نحط عدات قد ايه، مجاميع قد ايه. تاني حاجه الديستانس، اللي هي المسافه اللي هقطعها في الكارديو اللي انا هشتغل عليه، اللي هو الفيتنس بتاعي، هتمرن كارديو قد ايه يوميا. تالت حاجه اسمها الديوريشن، اللي هو وقت التمرين، هتمرن قد ايه، 45 دقيقه، 60 دقيقه، 75 دقيقه، الفتره اللي هتمرن فيها. وكل شخص زي ما قلنا ليه برنامج او حمل تدريبي بيمشي عليه. تاني حاجه هنتكلم عليها هي الانتنستي، الشده بتاعه التمرين. الشده دي بتنقسم لحاجتين، حاجه اسمها الريزيستنس اللي هي المقاومه، تاني حاجه البيرفورمانس اللي هو الاداء. المقاومه والاداء، حط المقاومه دي قد ايه، كام في الميه لكل شخص، كام في الميه من ال1 ار ام بتاعته، اللي هو 1 ريبيتيشن ماكس، اللي هو اقصى حاجه ممكن يعملها في عده واحده. ودي مش لكل الناس، دي للاشخاص اللي بتتمرن بقى لها فتره، على الاقل 6 شهور اللي هم المتوسطين، او فترات طويله اللي هم الادفانسد، اللي هو المودريت والادفانسد. مش بتعمل للناس اللي هي لسه داخله الجيم، مش بتقاس عليهم. تاني حاجه البيرفورمانس، الاداء بتاع التمرين شكله هيبقى عامل ازاي؟ هل هو مجرد ان انا هقول له امسك بار واطلع العب بيه هكذا، ولا هقول له اطلع العب بالبار واعمل حاجه تانيه معاه؟ يعني يتمرن في اتجاه تمرين واحد ولا يتمرن في اتجاهين؟ هينام يلعب بالبار فلات هكذا ويلعب بيه فقط، ولا يلعب معاه حاجه تانيه؟ هيتمرن تمرين اللي هو السوبر سيت او التراي سيت او البيراميد سيت او ايا كان اللي انا او الجاين، ايا كان انواع السيتس اللي انا ادخله بيه، ولا يتمرن سيت فقط؟ هدفه ايه؟ من خلاله بحط له الريزيستنس بتاعته، ومن خلاله بحط له البرفورمانس بتاعه. هنيجي بعد كده للريست انترفال. ايه الريست انترفال دي؟ كل ما كان الحمل التدريبي بتاعي شاق، كل ما يكون مده الراحه بتاعتي طويله. اتمرن بشكل قوي لازم اخد راحه طويله، اتمرن بشكل متوسط اخد راحه متوسطه، وهكذا. نيجي بعد كده لطريقه الراحه، الواي اوف ريست. انا هريح ازاي؟ هل هريح ان انا هتمرن التمرينه بتاعتي، دخلت تمرينه هكذا، خلصت التمرينه، قعدت خدت راحه في مكاني، ولا ابتديت اتحرك في مكاني؟ طب هل الحركه اللي انا هعملها دي هقوم هتمشى بشكل بسيط، ولا هقف في مكاني هعمل حركه او هعمل جامبين جاكس او ايا كان اللي انا هعمله؟ هي دي الفكره. عشان كده مش اي حد يعمل برنامج تدريبي لحد، لازم يكون حد مختص وفاهم العوامل اللي احنا اتكلمنا فيها. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ان شاء الله. يا ريت تعملوا لايك للفيديو وشير عشان تفيد غيرك. تحياتي. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يعني.